السلام عليكم في قناة شيوات شروق. لمن لا يعرفها أتمنى الاشتراك فيها، ومن يعرفها أتمنى لايك للفيديو. مرحبا بكم من جديد في مطبخ شيوات شروق، ولنا عودة معكم مع الصابلي الميرانج يدب في الفم، جميل جدا ولذيذ. فقط تابعوا معي كل الخطوات والمقادير على بركة الله. لدينا نصف كأس من السكر جلاسي، الكاس المستعمل هو 240 مليلتر. لدينا 250 جرام من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة. لدينا نصف كيس من الفانيلا، ولدينا نصف كيس من خميرة الحلويات، ولدينا صفار بيضتين وبيضة كاملة، ولدينا ليمون، نصف ليمونة صغيرة، ولدينا فارينة للتشييح حوالي 4 كيسان من هذا الكاس 240 مليلتر، وعلى حسب نوعية الفارينة لديكم. أول شيء نبدأ بالطريقة. نضع الزبدة أو المارغرين الطرية في وعاء. بعد ذلك نضع لها السكر جلاسي أو السكر الرطب، ونخلط جيدا حتى تصير لنا كريمة طرية. بعد ذلك نضيف ملعقتين عشاء من المايزينا أو النشاء، لم أذكرها في المقادير عفوا، نحتاج ملعقتين منها. ثم نضيف البيض، قلت 2 صفار وبيضة كاملة، يعني 3 صفار مع بياض بيضة، ونخلط الكل. ثم نعصر عليهم نصف ليمونة. الليمون يعطي خفة جميلة للصابلي، وأيضا يعطي نكهة. تستطيعون الاستغناء عن الفانيلا لأن موجود الليمون، أو تضعون مبشور ليمون أيضا مقبول ويكون لذيذ جدا. الآن نبدأ نضيف الفارينة شيئا فشيئا. أنا حوالي 4 كؤوس من هذا الكأس، على حسب نوعية الفارينة بطبيعة الحال. المهم عندما تصبح عجينة طرية أوقفوا وضع الفارينة. هو كأي صابلي عادي، كلنا نعرف الصابلي وطراوة عجينته. بعد ذلك نترك العجينة ترتاح قليلا، حوالي ربع ساعة أو 10 دقائق، ونغطيها بنايلون. ثم نبدأ بفرد العجينة بطابع، أي طابع تريدونه. أنا سوف أستعمل معكم طابع الوردة، تستطيعون عمل أي طابع يحلو لكم.
كما ترون الميرانج جاهز. سوف أضع لكم طريقة صنع الميرانج في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. الآن نطرح العجينة، تكون ليست خشنة وليست رقيقة. نستعين بالنايلون، نستطيع حتى لا تفسد معنا العجينة. أنا لا أحب فكرة أن الصابلي حتى ينضج ثم أضع الميرانج واستعمل الشاليمو فوقه. لا أحب رائحة البيض. أفضل أن يطهى الميرانج مع الصابلي في مرة واحدة في درجة متوسطة من 140 إلى 150 درجة لكي ينضج الكل مع بعض، لا يحترق الميرانج. عندما ينضج انزعوه من الفرن وزينوه بمعجون المشمش